بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن مهارة الكلام، وأساس الكلام الصح هو نصيحة الخالق. ربنا قال لنا بكل وضوح: وقولوا للناس حسنا. يعني كلامك يبقى فيه لين والقصد منه خير وطالع من قلبك. ولازم تعرف ان زي ما في تعبيرات للوش، في كمان تعبيرات للعقل بتبان من الكلمات اللي طالعة من لسانك. علشان كده لازم تغلف لسانك بالآية دي قبل ما تتكلم، ولأن كلامك بيبين شخصيتك وطريقة تفكيرك ووجهة نظرك، وبسهولة جدا اللي قدامك يفهمك من كلامك. يبقى مهم يكون في إطار لكلامك بيحدد شخصيتك، إيه اللي عايز الناس تشوفك بيها. مشكلة إن في ناس كتير بتبقى فاهمة إن علشان أبقى اجتماعي يبقى لازم أتكلم على طول، فما بيسيبش الميكروفون من إيده. مشكلة اللي بيتكلم عمال على بطال إن بيبقى عنده ضعف نفسي وإحساس بالتميز، فمش عايز حد غيره يتكلم، وده بيدمر أي نوع من أنواع التواصل بينه وبين الغير. عشان كده مهم قوي الهدوء في استخدام اللسان. ولو انت متدرب صح على مهارة الاستماع هتلاقي معظم كلامك طالع صح. ممكن تستخدم الاقتراحات دي، هتساعدك تبني إطار متين للكلام. أول حاجة، استخدم كلمات بسيطة تعبر بيها عن نفسك. بلاش كلمات تقيلة تحسس اللي قدامك إنه محتاج قاموس علشان يفهمك. خليك بسيط. درجة صوتك، التون بتاعك مهمة جدا. خلي دايما صوتك في النص، لا عالي قوي فيأذي اللي قدامك، ولا واطي فتلاقيه كل شوية بيقولك بتقول ايه. ودايما افتكر وانت بتتكلم ان الصوت العالي مؤذي وبيوتر اللي بيسمعك. بص ربنا بيقول لنا ايه: واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. يعني بلاش صوت عالي. علشان كده حاول تطلع الصوت من صدرك، علشان دي اقرب نقطة للقلب، فهتنقل الاحساس يوصل بسهولة ويكون مؤثر في نفس الوقت. تفاعل مع كلامك بتعبيرات وش وحركة ايد تترجم اللي انت بتقوله، وخلي فيه وقفات بسيطة بين الجمل علشان اللي بيسمعك يفهمك ويستوعب. أثر وادخل في الموضوع على طول، بلاش لف ودوران كتير علشان الناس ما تتوهش منك. انا دايما بفضل ان الكلام يكون في نقط واضحة بدون تفاصيل كتير، لان الفكرة في قيمة الكلام مش كتر الكلام. خليك متأكد ان لو اللي بيسمعك مهتم هيرجع يسألك ويطلب تفاصيل اكتر، ودي في حد ذاتها هتبين لك ان اللي قدامك مهتم وانت نجحت في التواصل معاه باحترافية. قلل من الكلام عن نفسك وانجازاتك. بلاش تعمل نفسك محور اهتمام القعدة. يعني مثلا لو حد قال على حاجة عملها وانت عملتها او عملت احسن منها، مش لازم تقول، مش لازم تعلي عليه، مش لازم تقف على المسرح في كل قعدة علشان الناس تسقف لك، لان في الاغلب انت بتكون فاكرهم مبهورين وهم اصلا مخنوقين. الكلام المظبوط الموزون بيلعب دور كبير في ترك انطباع جيد وتأثير ايجابي على اللي بيسمعك. حاول دايما تدرب نفسك بينك وبين نفسك على اسلوب الكلام وطريقة العرض. واوعى تنسى الآية لو سمحت: وقولوا للناس حسنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.